السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. أنا صافا الحمد لله. كيما راكم تشوفوا معايا اليوم جبت لكم وصفه الكارانطيطه، حبيت نشاركها معكم. قولوا لي شكون اللي ما يحبش الكارانطيطه؟ كامل نحبوها ونحبوا ناكلوها. الوصفه تاعي اليوم راح تكون بمقادير مضبوطه، يعني تجي بنه تاع المحلات. نعطيكم الاسرار كامل تاع الكارانطيطه، كيفاش تجيكم طريه، كيفاش تجي طايبه حميمره، تجي بزاف بنينه، يعني ما تجي رقيقه ما تجي خشينه. مقادير مضبوطه كما قلت لكم، ونتمنى ان شاء الله تتبعوا الوصفه وتبعوا لا فيديو حتى الاخر. واول حاجه عندي كما راكم تشوفوا معايا، عندنا زوج حبات تاع البيض، يعني في 400 غرام تاع الكارانطيطه، يعني تاع الحمص المرحي، ديروا زوج بيضات. يعني هنا المقادير اذا حبيتوا تقسموهم على زوج، يعني ديروا نص باكي تاع الكارانطيطه، اكيد راح ديروا بيضه واحده. دونك اول حاجه انا راح ندير 400 غرام تاع الكارانطيطه، يعني باكي كامل، ندير معاه زوج حبات تاع البيض. في اناء درنا زوج حبات تاع البيض مع فنجال تاع لاتاي عمرته بالزيت ما يعادل 4 كاس تاع زيت، مع 4 مغارف تاع اكل كبار درنا الحليب. يعني الا درتو نص باكي كارانطيطه ديروا بيضه وديروا زوج مغارف تاع حليب، وديروا كذلك فنجال تاع زيت. فوالا فنجال ما يكونش معمر مليح تاع زيت في نص باكي تاع كارانطيطه. الوصفه الاصليه تاع الكارانطيطه ما فيهاش الحليب، ولكن هذه الاضافه انا نحب نديرها، تعطيني خفه الكارانطيطه تاعي. يعني اللي يحب يستغنى عليها يستغنى عليها ويدير الوصفه كيما راني نعطيها لكم، يعني بلا ما يدير فيها هذيك الاضافه تاع الحليب. فوالا بعد ما حركت مليح الخليط كيما راكم تشوفوا بالفوي، نروح نضيف هذيك الحمص المرحيه، يعني الكارانطيطه تاعي. كيما قلت لكم انا درت كيس كامل، درت 400 غرام، ونبدا تاني نخلط. الماء هنايا راح نسحقوا زوج رواتل، يعني في باكي كارانطيطه اللي يوزن 400 غرام تسحقوا 2 لتر. الا قسمتوا الكميه تاع الكارانطيطه راح ديروا 1 لتر. فوالا دونك هنا درت ريتله الاولى وبديت نحرك بشويه بالفوي كيما راكم تشوفوا. يعني نضيف الماء على دفعتين، الدفعه الاولى درت 1 لتر وراني نحرك، ومن بعد نبدا نضيف يعني الدفعه الثانيه هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني راني نحل في هذاك الخليط تاع الكارانطيطه. فوالا كيما راكم تشوفوا، يعني نبدا نحل فيها مليح ونضيف الماء غير بشويه حتى نكمل هذوك زوج رواتل. بالنسبه للملح راح تستخدموا ملعقه تاع اكل تكون ممسوحه، يعني ماشي معمره مليح، تاع الملح، ملعقه ممسوحه تاع الملح. على بالكم باللي الكارانطيطه اذا طابت مالحه تولي ما تتكلش، ولا طابت مسوسه كيف ماهيش حتكون بنينه. يعني الكارانطيطه تحب طيب في الملوحيه تاعها، اللي تكون يعني ملوحيه معتدله. الا كانت صامته بزاف هكذاك يعني مخصوصه ملح، راح ما تجيناش بنينه يعني صراحه. واذا كانت مالحه كيف. دونك هنا الملح بالنسبه للكميه تاع نص باكي راح ديروا ملعقه يعني تاع قهوه تاع ملح، اللي تكون تاني ماشي بومبي، تكون ممسوحه. ولا درتوا هذه الكميه يعني باكي كومبلي تاع الكارانطيطه راح ديروا ملعقه تاع اكل، ولكن ماشي بومبي، هكا باش تجيكم معتدله في الملوحه تاعها. وبعد على حسب الرغبه، يعني اللي حبت تزيد لها رشه من الفوق كي تذوقها تزيد لها، اللي ما حبتش يعني راح تكون بنينه. هنا كيما راكم تشوفوا حكمت الخليط تاعي وراني نميكسي فيه بيان بالبغا ميكسور. يعني اللي عندها البغا ميكسور مليح لو كانت ميكسي مليح الخليط تاعها، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه برك. يعني كي تحكم الفوي هذاك تحرك مليح، تخلي يعني تحي كاع هذوك التكتلات هذوك تاع الحميصه باش يتجانس كامل هذاك الخليط. فوالا يعني راح دير مجهود اكبر بالفوي باش تنحي هذوك التكتلات وديرها في سنيوه تاعها عادي. شوفوا هنايا بعد ما ميكسيت الخليط، شوفوا حتى يعني طلعت لي هذيك الغواتال مو ميكسيت بيان. خليت الخليط تاعي بجيه ورحت جبت الصينيه اللي تدخل للفرن. هنا استخدموا اي سنيوه عندكم، برك ما تكونش صغيره باش ما تجيكمش يعني خشينه الكارانطيطه تاعكم. فوالا نمسحوها بالزيت، ديروا كميه تاع الزيت، مسحوا مليح السنيوه تاعكم باش تفرغوا فيها الخليط. سينو اللي ما عندهاش تاني البراميكسور وعندها الباتور مليح تاني تستخدم الباتور راح يعاونها باش هذيك المزيج، يعني هذاك الخليط تاع الكارانطيطه يعني يتخلط بشكل جيد. هذه
في نفس الوقت هنايا نكونوا شعلنا الكوشه تاعنا، يعني شعلنا الفرن تاعنا وخليناه يسخن. يعني الكارنطيطه بعد ما نفرخها في السنيوه تاعي يدخل الفرن، ماذا بيا الفرن تاعي راح يكون سخون لاقصى درجه، يعني سخنوه مليح. الكارنطيطه تحب الطيب يعني في فرن يكون مسخن جيدا، ولكن كي تروحوا تحطوا السنيوه تاعكم تاع الكارنطيطه اكيد راكم رايحين تنقصوا، يعني تنقصوا درجه تاع الحراره تاع الكوشه تاعكم. فوالا دونك هنا كيما راكم تشوفوا فرغنا المزيج كامل في السنيوه اللي تدخل الفرن، ونروحوا نحطوه في الفرن. تروحوا تحطوه في الرف الوسطاني باش تطيب فيه غردها، تحطوها عادي تشوفوها طابت. راح تاخذ لكم واحد 45 دقيقه من التحت. بعد مرور 45 دقيقه تروحوا تحلوا عليها وتشعلوا عليها من الفوق. فوالا يعني تلقاوها طابت من الجوانب، بدات تتماسك شويه من التحت. تروحوا تشعلوا عليها من الفوق يعني واحد 10 دقائق هكذاك. تخليوها تحمر مليح. من بعد تروحوا اكيد تطفيوا لها وتكون الكارنطيطه تاعكم واجده. بعد ما توجد وتطيب وتدي هذيك التحميره الشابه، اكيد تجبدوها وتنحوها من الفرن كيما راكم تشوفوا وهي سخونه. تروحوا تضيفوا لها الرشه تاع الكمون. اكيد كي نقولوا الكارنطيطه نقولوا الكمون انا ما نحبش نديرو يعني في الداخل، يعني ما ديروش الكمون داخل الكارنطيطه تاعكم، راح يطلق لكم المروريه. يعني الكمون دائما راح تضيفوه في الاخير بعد ما تكون الكارنطيطه تاعكم طابت وجبتوها من الفرن باش ديروا لها هذيك الرشه تاع الكمون. ولكن الناس اللي دير الكمون يعني في قلب الكارنطيطه هنا راح يجيكم واحد لاغيغو ماشي بنين، يعني راح تجيكم واحد المروريه وراح يجيكم واحد لاغيغو هكذا في الكارنطيطه تاعكم ماشي بنينه. دونك كيما راكم تشوفوا الكمون يجي دائما بعد ما تكون طابت الكارنطيطه تاعكم، ونروحوا نقدموها في صحن التقديم. فوالا جات بزاف بنين، وانا كان عندي مده يعني ما طيبتهاش، وكي طيبتها حبيت نشاركها معكم. قلت لي ما لا خليني نشارك معاهم الوصفه تاع الكارنطيطه، بالك نتوما تانيكم حابين تطيبوها، بالك كاين ناس راهم يطيبوها وما تنجح لهمش، حبيت يعني نطيبها لكم هكذا نفكركم بها. فوالا نروحوا نقسموا مع بعض مرسو تاع الكارنطيطه كيما راكم تشوفوا. شوفوا جات طريه يعني متماسكه من تحت ومن الفوق تجي طريه كيما راكم تشوفوا في الصور. يعني الكارنطيطه هكا تتكل، ما تكون سخونه بزاف ما تكون تاني بارده بزاف. يعني الكارنطيطه تحب دائما تكون دافيه تتكل وهي دافيه. انا وحده يعني ما نحبش ناكلها كي تبرد، و ميم طون ما نحبش كي تكون تاني هكاك سخونه تحرحر. خبز باغيت هكا يكون مقرمش يكون جديد، يعني يجي واحد لي ساندويتش تاع الكارنطيطه قمه. يعني ان شاء الله تجربوها. راهو جاينا الصيف، الحيره تاع واش نطيب غدا واش نطيب عشاء واش ندير فطور. فوالا الكارنطيطه راهي تسلك كومام وتاني توكل عائله. هذه هي فوالا ديال الكارنطيطه تاع نهار تاع اليوم. قدمتها بشويه تاع الهريسه. فوالا كي نقولوا كارنطيطه اكيد لازم نقدموا معها الهريسه. نتمنى انه لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك للقناه، تخلوا لي تعليقات واي حاجه راكم حابين نشاركوها مع بعض. يعني راني نقرا التعليقات كامل، واي حاجه قلتوها لي في التعليقات اكيد راح ناخذها بعين الاعتبار. مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.